سعيدة تسويق بالبلدي تاني. النهاردة هنتكلم في حاجة تانية خالص مختلفة. الفيديو اللي فات كنا بنتكلم على مشروعات البوكس بتاع السعادة ونقطة الخير وازاي نعمل ده من غير ما يكون معانا بادجت عشان التسويق الجيرة. فجالنا بوست او جالنا سوري تعليق ان الكلام ده بيحتاج تصريح جامع مال وما ينفعش يتعمل. آه، صح جدا ان هو لازم يبقى فيه تصريح جامع مال. ما هو اصلا اي خطوه لازم تعملها لازم تكون قانونيه رسميه واحده. خلاص، ده احنا مسلمات. احنا من دلوقتي بنتكلم في الافكار التسويقيه اللي تستعملها. ازاي هتنفذها بقى؟ ده بتاعتك انت بقى. يعني في تصريح جامع مال، يبقى لازم اعمل حسابي واروح اعمل تصريح جامع مال. ايه المشكله؟ ما هو ده البيبر والورق والديكومنت اللي انت هتقدمها للاماكن اللي هتساعدك اصلا. طيب تعالى نعمل حاجة عكسية. أنا مش عايز أتعامل وأجيب تصريح جامع مال ومش عايز أتحط في الشبهات والكلام المتداول أو المتعارف عليه، وده غلط أصلا. بس خليني همشي معاك للخطة. وعايزين نعمل برضو فكرة تسويقية تسمح بأن اسم المؤسسة بتاعتنا والجمعية يبقى كويس، وتجيب برضو تمويلات فيما بعد، ويبقى ليها ريت براند في السوق بتاعنا. هقولها لك ببساطة جدا. تعال نفكر بشكل تاني خالص. واحنا في رمضان، انت الجمعيه بتاعتك بتساعد ان الولاد تضيع اصلا والمستقبل يضيع. انت الجمعيه بتاعتك بتستهدف ان هي توزع اكل بس او تجيب لبس بس. انت الجمعيه بتاعتك مستهدفه البطون مش مستهدفه العقول. انت الجمعيه بتاعتك مش عامل الطبيعي. هو انت لو عملت 1000 شنطة تغذية وعملت 1000 كسوة وخلص رمضان، صوت عملت ايه؟ انت ليه اثر تاني؟ يعني فين الاثر المستدام اللي انت بتعمله عشان يبقى ليك براند اصلا؟ اعمل عكس بقى. تعالى نعمل فكره تانية. مش هتحتاج تصريح جمع مال، مش محتاج ان انا اخش في شبهات ماليه، مش محتاجه مني فريق عمل كبير. بالعكس، محتاجه ان انت، ما هو انت كمؤسسه او جمعيه اكيد عندك مقر، سوري اكيد عندك لوكيشن، صح ولا لا؟ وطبعا سهل قوي نوصل لمتطوع واحد. احنا عايزين متطوع واحد، 2 متطوع، 3 متطوع، مش عدد كبير، انت نفسك. وتعالى غير الشارع. خلي مقر المؤسسه بتاعتك هي النادي بتاع الشارع. خلي مقر المؤسسه بتاعتك هي الناصية بتاعت الشارع. بدل ما بيتجمعوا الشباب والبنات الصغيرة او مش عارفين يعملوا ايه او مش عارفين يتحركوا ازاي في رمضان ووقتهم فاضي، جمع الناس دي. علم حرفة، علم هواية، علم قراية، علم مسابقات، اعمل مجتمع متصالح مع نفسه، علم طبخ، علم اي حاجة. خلي رمضان تطلع من رمضان الناس كلها عارفة ان ولادهم بيروحوا المؤسسة دي والجمعية دي عشان بيتعلموا رسم، تلوين، ثقافة، دين، رياضة، بيعملوا خير، بيعلموا الولاد كويس، بيخلوهم يصلوا، بيحفظوا قرآن، او لو هي مسيحية بيعرفوا امور دينهم. وتفر الموضوع ماشي ازاي. بس في الاخر الكيان بتاعك كجمعية او مؤسسة عمل نشاط سواء تعليمي، فني، ثقافي، مجتمعي. كل ده زرع العلاقة بينك كجمعية وبين المجتمع اللي حواليك حتى لو هو سكيل صغير. فانت كده عملت ايه؟ عملت بداية نقطة لبناء الاسم اللي هو البراند ده العلامة التجارية. ده في الصورة البصرية، ولكن هو الترابط الذهني. انا بحس بايه لما بتعامل معاك؟ انا بشعر بايه لما باخد الخدمة بتاعتك؟ انا بيحصل لي ايه لما بقول ان انا متواصل معاك اصلا ككيان؟ كل ده بيزيد العميل اللي بيتعامل معاك فخرا او رغبه او ثقه لما تكون انت مختلف. طب هتبقى مختلف ازاي دلوقتي؟ خلي تسويقك في التنميه بتاعه البشر، خلي بناء الانسان يبقى دورك، خلي المنطقه بتاعتك او الشارع بتاعك يدور عليك انت كمكان عشان ولاده تبقى فيه. خليك انت نادي الشارع، خليك انت مركز ثقافي الشارع، خليك انت خيمه رمضان السنه دي الثقافيه، خليك انت. خلي المؤسسه بتاعتك تظهر بشكل تاني. تعالوا نحكي مشاكل ونحلها. يعني هات الابهات الحديثه، هات الامهات الحديثه، اشرح لهم الحياه ماشيه ازاي وازاي نقدر نعمل تواصل مباشر ما بين الطرفين. وهات الكيانات الرسميه سواء من الازهر او من الكنيسه تساعدك وهيساعدوك. ده حاجه. اعمل تواصل مع الاطباء اللي حواليك في المنطقه، واعمل كشوفات طبيه مجانيه للناس. اعمل فصول تقويه مجانيه للناس، وهات مدرسين متطوعين ليك. هتلاقي اعمل حلقات تحفيظ قران او اشرح ليه، هتلاقي الناس مساعد معاك وهتلاقي ناس متبرعين بوقتهم. بص، مش كل حاجه فلوس ومش كل حاجه ببلاش، ومفيش حاجه اسمها انا معيش فلوس، ومفيش حاجه انا عايز اعمل كل حاجه ببلاش برضو. يعني اذا امرت ان تطاع فمأمر بما يستطاع. وانت لو داخل في كيان تنموي مجتمعي عايز تعمل حاجه، يبقى انت لازم تعمل حاجه فيها راس مال وفيها كيانات قانونيه رسميه وفيها جهات عليا لازم تاخد منهم موافقات. ولكن احنا بنتكلم على الفكره اللي انت هتعملها بعد ما تعمل كل الاطار الرسمي بتاعك عشان الناس تعرفك، تبتدي تعرفك. انا بتكلم بقى لو انت مؤسسه ناشئه، لو انت جمعيه جديده، لو انت حد قديم بس مش عارف اتحرك ازاي. في حاجات كتير جدا ممكن تعملها انت. واحنا بنتكلم عن نادي رمضان او شارع رمضان اللي انت هتعمله جوه كيانك اصلا عشان ما تحتاجش الى مصروفات او ورق رسمي او ما
كل ده هيتصور، كل ده هتنزله في قناه اليوتيوب بتاعتك اللي احنا قلنا عليها، فبقت مردود مالي لان الناس بتشوف عندك ايه اللي بيحصل لاولادها او ايه اللي بيحصل. اعمل نشرة اخبار الشارع، قول النهارده فلان عملنا كذا، فرحنا بفلان، شلنا كذا، زرعنا كذا، تعالوا نزرع سوا. اعمل عمليه مجتمعيه بين الشارع. اطلب من امام الجامع ان هو يقول للناس ان احنا عندنا مكان دلوقتي في المنطقه مثلا بيخدم ولاد المنطقه، انه عايز تذاكر، عايز مكان تتعلم فيه حاجه، حرفه، صنعه، وات ايفر. كل ده هتلاقي عندك. هتعمل كيان، هتعمل روح عندك. ده مش متطلب منك حاجه كبيره قوي، ده متطلب ان انت تبتدي تاخد الاكشن بتاعتك. وتسويق بالبلدي القصه سهله، التسويق سهل. فكره ازاي توصلها للناس اللي انت عايز توصلها لها عشان تحقق النتيجه اللي انت عايز تعملها. فدايما دايما دايما خلي الامور بسيطه، وما تحطش كل رؤيتك ان انا عايز راس مال عشان اعمل تسويق. غلط. في حاجه بتتعمل برؤوس مال كبيره جدا لا تؤثر، في حاجه بتتعمل برؤوس مال صغيره بتؤثر. الفكره كلها في التسويق فكره واستراتيجيه وخطه وهاو تو دو. فاحنا معاكم، احنا هنساعدكم. مفيش اي مشاكل، تحت امر اي جمعيه او مؤسسه عايزه تبتدي تعمل خطه عمل ليها او تعمل بروفايل ليها او تبتدي تظبط الاكونتات الرقميه بتاعتها، لان ده في الاخر هو هويه لكل مؤسسات ومنظمات الجمعيات في مصر كلها. سعيد.